عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس جهاد معلمة العلوم لجميع المراحل الإعدادية. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الوحدة الأولى الدرس الأول في مادة العلوم. الوحدة الأولى بعنوان الطاقة الحرارية وتغيرات المادة. طيب الدرس الأول عندي بعنوان التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية. أنا عندي نوعين من التغيرات، تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية. طيب النهارده هنتكلم عن التغير الفيزيائي، وهسألك سؤال بديهي جدا ممكن أكون سألته لنفسي في يوم من الأيام بس ما كنتش عارف إجابته كويس. يا ترى حد فينا فكر يسأل نفسه ليه لما برش كحول على ايدي عشان اعقم ايدي بحس ببروده، مع ان الكحول انا كنت جايبه من الصيدليه عادي، انا ما كنتش جايبه ولا مطلعه من الثلاجه، فليه حسيت ببروده؟ حسيت ببروده لان هنا حصل عندي تغير فيزيائي امتص الحراره بتاعت ايدي. طيب ممكن اسال نفسي سؤال تاني، ليه لما بحط على ايدي مسحوق غسيل وباجي اغسل ايدي بيه بحس ان هو طلع سخونه في ايدي مع اني ما تعرضتش لنار او حراره؟ طب ايه اللي حصل هنا؟ هنا وانا بغسل ايدي بالمسحوق حصل تغير حراري طارد للحراره، فبالتالي حسسني ان في سخونه طلعت من الماده وانا شعرت بيها في ايدي. لو بصيت هنا كده هلاقيه شارح لي الكلام ده في اول الدرس، وبيبتدي يعرفني ان انا لما بحط ماده مطهره على ايدي بحس ببروده نتيجه امتصاص الحراره اللي كانت موجوده في ايدي، الماده امتصتها، فبالتالي عملت تفاعل ماص للحراره. طب لما باجي اغسل ايدي بالمسحوق وهو بيتفاعل مع الميه بيعمل تفاعل طارد للحراره، بيندمجوا على بعض ويطلعوا حراره من جواهم، فبالتالي هيعمل تفاعل طارد للحراره. طيب الترم الأول درست إن أنا عندي تغيرات فيزيائية ممكن تكون مصحوبة بامتصاص حرارة، المادة بتمتص فيها حرارة عشان تتحول من حالة إلى حالة فيزيائية أخرى، وفي تغيرات تانية كانت مصحوبة بانطلاق حرارة كانت بتسيب الحرارة اللي جواها عشان ترجع لحالتها الأولى. ممكن أشوف ده إزاي؟ من خلال الشكل اللي قدامي ده، بيقول لي الحالة ممكن تتحول من صلبة إلى سائلة إلى غازية، كل دي حالات فيزيائية للمادة. الماده لو كانت صلبه وعايزه تنصهر تسيح، ايه اللي يحصل؟ بديها حراره. لو انا ماسكه في ايدي مكعب ثلج وعايزاه يتحول الى حاله سائله ميه لازم اعرضه لنار او حراره. طب لو انا قدامي ميه حاله سائله وعايزه اخليها تتحول الى بخار، برضه هخليها تمتص حراره او هزود له الطاقه الحراريه. طب لو البخار ده عايزه ارجعه الى سائل او اكثفه مره اخرى، بسحب من الحراره منه، يعني بخلي درجه الحراره بتاعت البخار تنخفض فيرجع يتكثف ويتجمع في هيئه نقط ميه مره اخرى فيبقى في حاله سائله. نفس الكلام لو انا عندي ماده سائله وعايزه اخليها تتجمد وترجع في صور ثلج تاني، بسحب منها الحراره وبعرضها لوسط بارد علشان اخليها تتحول من الحاله السائله وتتجمد وتبقى حاله صلبه مره اخرى. كان عندي مخطط درسته في الترم الاول، المخطط ده كان شكله كده، كان بيكلمني عن حالات الماده الفيزيائيه الثلاثه، وبيقول لي ان الماده لو بدات بماده صلبه هديها حرارة. أنا هنا الخط العمودي بيتكلم عن الحرارة، والخط الأفقي حالة المادة. المادة في الأول بدأت بحالة صلبة وبعد كده بقت سائلة. بقت سائلة ازاي؟ زودت حرارة، أنا بطلع لفوق فالحرارة بتزداد. طيب زودت حرارة أكتر هتتحول إلى غازية، بخار. وكمان درسنا ان انا لو زودت الحراره على الماده الغازيه وخليتها تاخد كميه كبيره من الطاقه الحراريه هيحصل للغاز تأين ويتحول الى ايونات ويتحول الى الحاله الرابعه للماده اللي اتكلمنا عنها الترم اللي فات اسمها بلازما. طيب نرجع تاني، دي كده الحالات بتاعت المادة بتتحول من حالة صلبة إلى سائلة، يعني بيحصل لها انصهار وهنا بتكتسب المادة طاقة حرارية، بتتحول من سائلة إلى غازية بيحصل لها تكثف وبرضه بيحصل لها تبخر وبرضه المادة هنا بتكتسب طاقة حرارية. طيب ممكن تتحول من صلبة إلى مادة غازية مباشرة؟ في عملية التسامي اللي خدتها برضه الترم اللي فات. طيب يبقى أنا عندي 3 عمليات بتكون مصحوبة بامتصاص طاقة حرارية، عملية الانصهار والتبخر والتسامي. ممكن يكون قصادها 3 عمليات عكسهم، عمليه ايه؟ وانا نازله من فوق لتحت من الحاله السائله، من الحاله الغازيه الى الحاله السائله اهو، هوريها لكم كده، بعمل عمليه تكثف. طب من الحاله السائله للصلبه بعمل عمليه تجمد. طب من الحاله الغازيه للصلبه مباشره بعمل عمليه تساقط.
يبقى انا عندي الثلاث عمليات دول الماده بتسيب الحراره اللي عندها، بتفقد طاقه حراريه عشان ترجع لحالتها مره اخرى. طب امتى بتكتسب؟ زي ما قلنا من صلبه الى سائله بيحصل عمليه انصهار، بتكتسب طاقه حراريه. من سائله الى غازيه بيحصل عمليه تبخر، بتكتسب طاقه حراريه. نفس الكلام لو انا حولت الماده من الحاله الصلبه الى الحاله الغازيه، فانا هنا بعمل عمليه تسامي. برضو هنا المادة بتكتسب طاقة حرارية عشان تتحول من حالة صلبة إلى حالة غازية. هرجع للكتاب مرة تانية. بيسألني بقى، بيقول لي قيم فهمك، وبيديني 3 أسئلة كده بسيطة في أول الدرس. يقول لي صنف العمليات الآتية إلى عمليات موصل للحرارة وعمليات طاردة للحرارة. وأنا خدت 6 عمليات عكسية، 3 موصل للحرارة و3 طاردة للحرارة. بيقول لي تسامي اليود الصلب. أول ما يقول لي تسامي أعرف على طول إن دي عملية ماصة للحرارة، ماصة للحرارة. طيب لو قال لي انصهار الجليد، اول ما يقول لي انصهار يعني ماده بتتحول من حاله صلبه الى حاله سائله، انا هنا بعمل عمليه ماصه للحراره. طب لما يقول لي تكثف ابخره البروم، قال لي تكثف يعني الماده كانت غازيه وبعد كده اتحولت الى ماده سائله. تكثف يعني هنا العمليه طارده للحراره. طب تجمد الماء، كان عندي الميه في حاله سائله وبعد كده تحول الى حاله صلبه اتجمد، يعني هنا الماده بتعمل عمليه طارده للحراره. وبعد كده بيقول لي ان انا عندي لما درست العمليات السته عرفت اعمل اختراع اسمه التلاجة. التلاجة دي بتشتغل ازاي اقدر اجيب صندوق احطه في البيت واحط جواه طعام سخن او ميه سخنه وتطلع منها بارده وساقعه؟ ازاي ممكن اعمل حاجه زي كده في صندوق مغلق؟ بيقول لي التلاجة فيها نظام او دوره اسمها دوره التبريد بالتلاجة. دورة التبريد دي بتكون معتمدة على سائل اسمه سائل الفريون. سائل الفريون ده بيتحول إلى غاز اسمه غاز الفريون، وغاز الفريون ده غاز صديق للبيئة، يعني غاز مفيد مش مضر. طيب بيقول لي التطبيق ده ممكن أتكلم عنه من خلال إن أنا أعرف ترتيب الخطوات اللي بمشي عليها. أول حاجة، يعني ايه اصلا دوره تبريد بالثلاجه؟ بيقول لي هي عمليه حراريه مغلقه ومتكرره. متكرره ليه؟ عشان بتعيد نفسها كل شويه. بتعتمد على ايه دوره التبريد في الثلاجه؟ بتعتمد على سحب الحراره من الاطعمه ومن الغذاء داخل الثلاجه وطرد الحراره الى خارج الثلاجه. ممكن يحصل ازاي الكلام ده؟ عن طريق 3 خطوات. اول خطوه عمليه التبخر والتمدد. بيقول لي ان الثلاجه جواها سائل فريون. يا ترى السائل ده بيفضل سائل؟ لا، ده بيمر عبر انابيب رفيعه وضيقه بتخلي السائل يتحول الى غاز. والغاز ده مش بيكون غاز عادي، بيكون غاز بارد درجه حرارته منخفضه، والغاز ده بيفضل ماشي ماشي ويمر لحد ما يدخل جوه الثلاجه. طب الغاز ده لما يدخل جوه الثلاجه ويقابل الاطعمه السخنه هيعمل فيها ايه؟ هيمتص منها الحراره من الاطعمه ومن الميه اللي موجوده جوه الثلاجه. يا ترى هيفضل زي ما هو؟ لا، ده كان غاز بارد، وبعد ما امتص الحراره بتاعت الاطعمه هيجي بقى دور الموتور بتاع التلاجة اسمه ضاغط التلاجة. الضاغط او الموتور ده بيرجع يضغط الغاز مرة أخرى علشان عايزين نجمعه ونكثفه ونطلعه بره التلاجة مرة تانية. هنطلعه ليه؟ علشان نعمل عملية طرد للحرارة من داخل التلاجة إلى خارج التلاجة. فبيقول لي أول حاجة عملية التمدد والتبخر إن السائل بيمر تحت ضغط مرتفع في صمام ضيق، يعني انابيب رفيعه جدا جدا، عشان يتحول الى غاز بارد يقدر يمتص بيها حراره الاطعمه. وبعد كده يجي دور الضغط اللي هو موتور الثلاجه علشان ياخد الغاز ده ويضغطه عشان يرجع يجمعه مره اخرى ونطلعه خارج الثلاجه. الغاز يحصل له عمليه تكثف، ولما يتكثف هيمر عبر شبكه من الانابيب موجوده خلف الثلاجه. الشبكه دي هتجمع الغاز وتكثفه وترجعه سائل فريون مره اخرى، والدوره دي ترجع تتكرر وتعيد نفسها لحد ما الاقي كل شويه يدخل غاز يسحب الحراره بتاعت الاطعمه ويرجع سائل مره اخرى، ويدخل غاز بارد غيره ويسحب الحراره ويطردها بره، وهكذا. فدي دوره التبريد في الثلاجه. طب احنا اكتشفنا الموضوع ده ازاي؟ اكتشفناه من خلال دراسه العمليات الفيزيائيه اللي انا عارف ان في منها عمليات موصله للحراره زي ما غاز الفريون امتص الحراره بتاعت الاطعمه، وعمليات تانية طارده للحراره زي ما تكثف وطرد الحراره من جوه الى خارج الثلاجه مره اخرى. طيب يا ترى مهمه؟ طبعا مهمه، لانها بتعمل على تبريد الاطعمه اللي موجوده جوه الثلاجه والحفاظ عليها. طيب بعد كده هيكلمني عن
عملية الذوبان. أنا درست 6 عمليات عكسية. عندي كمان عملية فيزيائية تانية مهمة جدا، هي كمان ممكن تكون مصحوبة بتغير حراري. إزاي؟ يعني ممكن أجيب مية وأدوب فيها ملح، وبعد ما أقلبهم أبص ألاقي المية اللي في إيدي سخنت من غير ما أحطها على النار أو أعرضها للحرارة، سخنت لوحدها. ده كل ده بسبب الملح اللي أنا دوبته. طب ممكن أجيب مية تانية وأدوب فيها نوع آخر من الملح، وأبص ألاقي المية اللي في إيدي سقعت او درجه حرارتها انخفضت من غير ما احطها في التلاجة او من غير ما اعرضها لاي سطح بارد. طب ده حصل نتيجه ايه؟ حصل نتيجه الماده اللي انا حطيتها جوه الميه. الماده دي ممكن تكون ماده طارده للحراره او موصله للحراره. طارده يعني اول ما ادوبها تطرد الحراره اللي جواها وتخلي المحلول يبقى سخن، او موصل الحراره اول ما ادوبها تمتص حراره الميه وتحسسني بالبروده. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ اول حاجه اصلا، يعني ايه ذوبان؟ الذوبان هو اندماج كمية من المذاب في حجم معلوم من المذيب لتكوين المحلول. طيب أنا جبت ملح ودوبته في مية وعملت محلول، أنا كده عملت عملية ذوبان خلاص. بس إيه الفرق بين الملح اللي ممكن يطرد حرارة والملح اللي ممكن يمتص حرارة المية؟ بيقول لي إن الذوبان أهو قسموا إلى نوعين، وابتدى يقول لي طب ما تيجي نعمل تجربة عملية توضح لي الحاجات دي. التجربة العملية دي ممكن أعملها إزاي؟ قال لي هجيب شوية مية، أهي التجربة الأولى. هجيب شوية مية، طيب، وهجيب 4 جرام من ملح هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم دي صودا كاوية. مادة هيدروكسيد الصوديوم دي أصلا بتدخل في تركيب مساحيق الغسيل. طب مادة هيدروكسيد الصوديوم دي لما أدوبها في 100 مللي مية عادية خالص، أول ما تتم عملية الذوبان هبص ألاقي المحلول اللي نتج معايا درجة حرارته ارتفعت. معنى كده إن درجة الحرارة الابتدائية لا تساوي درجة الحرارة النهائية. إيه اللي حصل هنا؟ لما قلبت محلول هيدروكسيد الصوديوم في المية عمل ذوبان اسمه ذوبان طارد للحرارة. ايه هو تعريف الذوبان الطارد للحرارة؟ الذوبان الطارد للحرارة هي عملية فيزيائية يتم فيها انطلاق طاقة حرارية إلى الوسط المحيط عند ذوبان مادة في الماء. طيب يجي يقول لي هل هنا درجة الحرارة الابتدائية قد النهائية؟ لا، درجة الحرارة النهائية بعد ما خلصت الذوبان هلاقي درجة الحرارة النهائية أكبر، درجة الحرارة ارتفعت. وهنا هيبتدي يوريني التجربة التانية. قال لي هعمل نفس التجربة بالظبط بس مع مادة مختلفة. هجيب مادة نترات الأمونيوم NH4NO3. NH4 يعني أمونيوم، NO3 يعني نترات. هجيب ملح نترات الأمونيوم وهدوبه، أجيب 4 جرام نترات أمونيوم وهدوبهم في 100 مللي مية. بعد ما أدوبهم هلاقي إن درجة الحرارة النهائية بعد ما خلصت الذوبان درجة الحرارة النهائية منخفضة أو قليلة، يعني لقيت المحلول بقى بارد. ليه درجه الحراره النهائيه بقت منخفضه؟ لان انا هنا عملت ذوبان موصل للحراره. الملح اللي انا دوبته ده امتص حراره الميه وخلى المحلول درجه حرارته تنخفض، وكمان الوسط المحيط درجه حرارته تنخفض. ايه هو تعريف الذوبان الموصل للحراره؟ هي عمليه فيزيائيه مصحوبه بامتصاص حراره من الوسط المحيط عند ذوبان ماده في الماء. طيب بعد ما عملنا التجربتين دول هتقول لي يا مس هل هما المادتين دول بس اللي ممكن تكون طارده للحراره وموصله للحراره؟ لا، هو مديني عده امثله وبيقول لي بعض الاملاح ممكن تكون طارده للحراره وبعض الاملاح ممكن تكون موصله للحراره. والامثله اللي مديهاني اهي. اول حاجه طبعا بيقول لي التعريف: الذوبان الطارد للحراره تغير فيزيائي مصحوب بانطلاق طاقه حراريه عند ذوبان ماده في الماء. والذوبان الماس تغير فيزيائي مصحوب بامتصاص طاقه حراريه عند ذوبان ماده في الماء. ومديني امثله، بيقول لي المواد اللي بتدوب في الميه وبتعمل ذوبان طارد للحراره بتسخن المحلول زي هيدروكسيد الصوديوم، كلوريد الكالسيوم، كربونات الصوديوم، وكبريتات النحاس اللامائيه، وكلوريد الكوبالت اللامائي، وكلوريد الليثيوم اللامائي. هنا المواد دي لا مائيه طارده للحراره. لو بصيت الناحيه الثانيه هلاقيه مديني امثله على مواد موصله للحراره زي نترات الامونيوم دي اللي انا لسه عامله عليها تجربه، وكبريتات البوتاسيوم، وبيكربونات الصوديوم. لو خدت بالي هنا في كربونات صوديوم دي طارده للحراره عند ذوبانها في الماء، لكن لو قلت بيكربونات صوديوم هلاقيها موصله للحراره. ايه الفرق بين الرمز هنا وهنا؟ كربونات الصوديوم Na2CO3 لكن بيكربونات الصوديوم NaHCO3. يبقى عندي فرق بين كربونات الصوديوم دي ماده طارده، لكن بيكربونات الصوديوم ماده موصله للحراره بتقلل درجه حراره المحلول عند ذوبانها في الماء. طب انا عندي هنا
كبريتات النحاس ماده طارده للحراره عند ذوبانها في الماء. لو جبت كبريتات نحاس مائيه هلاقيها موصله للحراره. ايه مثل الفرق بين الاثنين؟ طب عندي هنا كلوريد الكوبالت اللامائي طارد للحراره، لكن كلوريد الكوبالت المائي موصل للحراره. كلوريد الليثيوم اللامائي طارد للحراره، كلوريد الليثيوم المائي موصل للحراره. ايه مثل الفرق بين الاثنين؟ عايزكم تتخيلوا معايا ان مثلا انا ماسكه تي شيرت مثلا ناشف وماسكاه في ايدي عادي، وماسكه تي شيرت تاني مبلول. يا ترى مين فيهم اللي هيحسسني ببروده في ايدي؟ اكيد المبلول هو اللي هيحسسني ببروده. فالماده اللي بتحتوي في تركيبها على ماء بتكون موصله للحراره، لكن اللي ما فيهاش ميه في تركيبها من الثلاثه دول بتكون طارده للحراره. بيقول لي ايه هي اصلا الماده المائيه او المتهدرته؟ لان ليها اسمين، ممكن اقول عليه غير متهدرت وممكن اقول عليه متهدرت، ممكن اقول عليه لا مائي ممكن اقول عليه مائي. ايه الفرق بين الماده المتهدرته والغير متهدرته؟ تعريف الماده المتهدرته هي ماده يدخل الماء في تركيبها بشكل اساسي، جزيئات الماده ترتبط بعدد معين من جزيئات الماء. يبقى انا عندي هنا مش بقول ان انا عندي ملح متهدرت يبقى هو اصلا دايب في الميه وعامل لي محلول، هو مش محلول، هو ملح عادي بس جزيئاته مرتبطه كيميائيا بجزيئات ميه. جزيئات السي يو اس او 4 مرتبطه بخمس جزيئات H2O، يبقى هو شكله في الحقيقه شكله ملح مش محلول، ولكن جزيئاته كيميائيا ترتبط بجزيئات الماء ال H2O. يبقى الثلاث مواد دول الغير متهدرته مواد دي طارده للحراره، ونفس المواد المتهدرته منها مواد ماصه للحراره. بيقول لي خد بالك، بيقول لي لو انا عايز اعمل تجربه زي اللي عملتها من شويه، وانا بقول ان انا هجيب 4 جرام من هيدروكسيد الصوديوم في ميه واشوفه طارد للحراره ولا ماس، هجيب 4 جرام من نترات الامونيوم واعمل ذوبان واشوفه طارد ولا ماس. وانا بعمل التجربه دي في حاجات مهمه جدا لازم اخلي بالي منها. ايه هي الحاجات دي؟ بصوا لو خدتوا بالكم من الرسمه، بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي غطا للإناء وانا بعمل الذوبان، ليه غطيته؟ وبيقول لي كمان ان انا عندي كوبايتين جوه بعض. لو خدنا بالنا هنا مش كوبايه منفرده، ده انا عندي كوب داخلي وعندي كوب خارجي. ليه؟ علل لزياده العزل الحراري. طب الاكواب دي مصنوعه من ماده ايه؟ مصنوعه من ماده البولي اسيتيرين. اشمعنى يا مثل البولي اسيتيرين؟ البولي اسيتيرين ماده معروفه بانها عازله للحراره. اصلا ليه اعمل عزل حراري وانا بدوب؟ ليه ما ادوبش كده عادي يعني؟ هقول لك انا مثلا بدات التجربه بدرجه حراره 25 درجه مئويه، وعملت ذوبان طارد للحراره، فدرجه الحراره بعد ما كانت 25 اتحولت الى درجه حراره 30 زادت. يا ترى لو انا سبت الاناء ده مفتوح ومنطلق على الوسط المحيط، الخمس درجات الفرق دول ممكن يتسربوا الى الوسط المحيط، فلما اجي اقيس درجه الحراره بالترمومتر مش هقدر احدد الفرق في درجه الحراره كان كام بالظبط. لكن لو انا قفلت الاناء كويس وحطيت كوبين بولي اسيتيرين جوه بعض وعملت عزل حراري كويس، ساعتها هقدر اقيس بدقه الفرق في درجه الحراره الابتدائيه ودرجه الحراره النهائيه. نفس الكلام لو انا بعمل ذوبان مص للحراره، درجه الحراره لو كانت 25 نقصت مثلا بقت 20، ما ينفعش اسيب التجربه بتاعتي مفتوحه على الوسط المحيط علشان ما اسربش حراره من النظام الى الوسط المحيط او من الوسط المحيط الى النظام. انا عايزه اقيس درجه الحراره بدقه واعرف الفرق في درجه الحراره الابتدائيه ودرجه الحراره النهائيه بشكل دقيق. طيب ننزل تاني. بيقول لي ازاي ممكن احول ماده متهدرته مرتبط جزيئاتها بالميه الى ماده تانية غير متهدرته مش داخل في تركيبها ميه ولا حاجه، وازاي ممكن اجيب ماده غير متهدرته ما فيهاش ميه واحولها الى ماده متهدرته. يا ترى ممكن اعمل التبديل ده؟ اول حاجه لو انا عندي ماده متهدرته يدخل في تركيبها ماء وعايزه احولها الى غير متهدرته، سهل جدا. لو انا عندي مثلا ملح وميه دايبين في بعض وانا عايزه افصلهم عن بعض، بعمل ايه؟ بعرضهم لحراره فالميه تتبخر ويبقى لي الملح لوحده. نفس الكلام هنا، الماده المتهدرته لو انا عايزه اخليها غير متهدرته هعمل لها تسخين فالحراره فالميه تتبخر من جواها. بعد ما اعمل تسخين فهعمل هنا عمليه ماصه للحراره. اشمعنى يا مس ماصه للحراره؟ لان انا اديت للملح حراره، فطالما انا اديته حراره يبقى هو كده امتص ايه؟ حراره. يبقى انا عندي العمليه دي اسمها عمليه ماصه للحراره. طب لو انا عندي ماده غير متهدرته وعايزه اخليها متهدرته، عايزه ادخل فيها ميه، اسهل ما يكون هضيف عليها بعض قطرات الماء، هنقط عليها بس كده كام نقطه ميه نضيفه ماء مقطر، هلاقيها بقت ماده متهدرته بكل سهوله وبكل بساطه. لما بحول الماده غير المتهدرته الى متهدرته باضافه قطرات الماء، ده بيكون
تفاعل او عمليه طارده للحراره عكس العمليه الثانيه. طيب هيجي بعد كده يديني تطبيق على تحويل ماده متهدرته الى غير متهدرته والعكس، وبيديني مثال على كبريتات النحاس. مش انا قلت ان انا عندي ماده كبريتات النحاس الغير متهدرته طارده للحراره وماده كبريتات النحاس المتهدرته ماصه للحراره؟ ازاي ممكن اخد دي من دي؟ بيقول لي هجيب كبريتات النحاس المتهدرته اللي هي CuSO4 دوت 5 H2O، يعني كل CuSO4 مرتبط بخمس جزيئات H2O. طيب دي بيكون لونها ازرق، بتتميز بلونها الزرقاء، يبقى كبريتات النحاس المتهدرته متميزه بان لونها ازرق. لما باجي اعرضها للحراره واسخنها عشان احولها الى ماده غير متهدرته ما بتفضلش زرقاء زي ما هي، بتتحول الى ماده بيضاء. هو نفسه كبريتات النحاس ولكن بقى غير متهدرت، ما بقاش بيحتوي على اي جزيئات ميه خالص. بيديني كمان مثال تاني وبيقول لي عندي ماده اسمها كلوريد الكوبالت. كلوريد الكوبالت الغير متهدرته اللي ما فيهاش ميه هي اللي لونها ازرق. مش احنا قلنا يا ماس كبريتات النحاس اللي فيها ميه لونها ازرق؟ هنا بقى العكس، كلوريد الكوبالت اللي ما فيهوش ميه، كلوريد الكوبالت اللامائي الغير متهدرت هو اللي لونه ازرق. طب لو انا عايزه اخليه متهدرت هضيف عليه بعض قطرات الماء فيتحول من اللون الازرق الى اللون الوردي. طب لو انا جبت كلوريد كوبالت متهدرت وسالتك في الامتحان وقلت لك ماده كلوريد الكوبالت المتهدرته لونها ايه، فلازم تقول لي لونها وردي، ما تتلخبطش بينها وبين كبريتات النحاس. طيب بعد كده بيجي يكلمني عن احتياطات الامن والسلامه المعمليه. يقول لي تخيل نفسي ان انا دلوقتي واقف في معمل، والمعمل ده انا عندي فيه حمض مركز. الاحماض المركزه بتكون مواد قويه جدا كاويه، ممكن تسبب حروق، ممكن تسبب حروق وممكن تسبب لا قدر الله اضرار. فانا لازم اتعامل مع الاحماض المركزه بحرص شديد. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل تجربه، بس انا مش محتاج الحمض المركز اللي عندي ده، انا عايزه اعمل التجربه دي بحمض مخفف. اعمل ايه؟ المفروض الحمض ده ازود له ميه. طب هل ينفع اضيف الماء على الحمض مباشره؟ اجيب كوبايه ميه وادلقها على الدورق بتاع الحمض علشان اخليه مخفف؟ بيقول لي غلط، ما ينفعش اعمل كده لان ده تفاعل خطير جدا جدا ممكن يسبب لي اضرار كبيره. ليه يا مس ما ينفعش؟ طب ما انا عايزه اخفف الحمض عشان انا محتاج حمض مخفف. هقول لك هنعمل العكس، هضيف الحمض على الميه. طب ايه الفرق؟ بيقول لي ان الحمض المركز والماء بيعملوا تفاعلات طارده للحراره. اضافه الماء على الحمض مباشره لما اجي ادلق ميه على الحمض المركز على طول بيعمل بيعمل غليان عنيف، بيعمل غليان شديد جدا، والغليان ده بيسبب تناثر لقطرات الحمض. فجأة الاقي المية اول ما لمست الحمض المركز درجة حرارتها عليت جدا لحد ما وصلت الغليان وعملت غليان شديد جدا، ابتدى يسبب لي طرطشة او تناثر لقطرات الحمض، ولو قطرات الحمض دي جت عليا او على هدومي ممكن تحرقها، وده تفاعل خطير جدا جدا. انا ممكن اعمل حاجة ابسط واحسن من كده بكتير، هجيب دورق فيه مية وهجيب الحمض ونقط من الحمض على الماء نقطة نقطة على جدار الإناء، فالحمض يبتدي ينزل جوه المية نقطة نقطة. طب هنا ايه اللي هيحصل؟ الماء اللي موجود جوه الدورة هيبتدي يمتص حرارة الحمض بالتدريج واحدة واحدة، فبالتالي ما يسببش أضرار، ما يسببش خطورة، ما يعملش أي غليان، ويبتدي يتخفف الحمض بهدوء وبصورة آمنة. طيب يجي بعد كده بيقول لي ما تيجي نجرب ونشوف، هل لو انا جبت، مش انا من شويه قلت ان انا من شويه عملت تجربه وقلت ان انا هجيب 4 جرام من هيدروكسيد الصوديوم في 100 مللي ميه وهدوب، هلاقي درجه الحراره اتغيرت وبقت اكبر. او هجيب 4 جرام من نترات الامونيوم في 100 مللي ميه وادوب، هلاقي درجه الحراره اتغيرت، درجه الحراره النهائيه قلت. طب هل لو انا زودت الجرامات دي وخليتها بدل ما كانت 4 جرام بقت 10 جرام، هل هتتغير درجة الحرارة بنفس المقدار؟ لا، مش هتتغير بنفس المقدار، المقدار هيختلف لأن ال 4 جرام مش قد ال 10 جرام. ايه اللي هيحصل؟ قال لك ما تيجي نعمل التجربة دي بشكل عملي ونجرب بنفسنا. هجيب ملح كلوريد الليثيوم LiCl، هجيب ملح كلوريد الليثيوم وهخلي معايا 30 مللي ميه. اول مره خالص هجيب ال 30 مللي ميه وهضيف
1 جرام من ملح كلوريد الليثيوم. لما احط 1 جرام من ملح كلوريد الليثيوم هخلي معايا ترمومتر عشان اقيس درجه الحراره الابتدائيه. هلاقي درجه الحراره الابتدائيه عندي كام؟ 21 درجه مئويه. طب بعد ما اقلب 1 جرام من الملح واقيس درجه الحراره هبص الاقي درجه الحراره اصبحت 25.5 درجه مئويه. طب درجه الحراره هنا زادت ولا قلت؟ زادت طبعا. ده معناه ان تفاعل كلوريد الليثيوم او ذوبان كلوريد الليثيوم في الماء ذوبان طارد للحراره. طب انا عايز اعرف الفرق في درجات الحراره كام؟ هقول الدلتا تي، دلتا تي يعني مقدار التغير في درجه الحراره، الفرق في درجه الحراره النهائيه والابتدائيه. دلتا تي بتساوي تي 2 اللي هي درجه الحراره النهائيه ناقص تي 1 اللي هي درجه الحراره الابتدائيه. يعني دلتا تي بتساوي 25.5 ناقص ال 21 درجه الحراره الابتدائيه هيساوي 4 درجات ونص. يبقى الفرق في درجات الحراره كام؟ 4 درجات ونص مئويه. وهعيد التجربه تاني زيها بالظبط، بس الفرق ان انا المره دي هجيب ال 30 مللي ميه وهحط عليهم 2 جرام ملح كلوريد الليثيوم. درجه الحراره الابتدائيه هي 21 درجه مئويه. طب بعد ما عملت ذوبان درجة الحرارة النهائية تي 2 بتساوي 30 درجة مئوية. طب هنا هل زادت بنفس المقدار؟ ما تيجي نشوف. هجيب دلتا تي، هجيب الفرق في درجات الحرارة وأحط درجة الحرارة النهائية 30 ناقص درجة الحرارة الابتدائية 21 بتساوي 9. يبقى الفرق في درجات الحرارة هنا 9 درجات مئوية. لكن لما حطيت 1 جرام الفرق في درجات الحرارة كان 4.5. لما حطيت 2 جرام الفرق في درجات الحرارة كان 9 درجات. لما احط 3 جرام هلاقي درجة الحرارة الابتدائية 21، درجة الحرارة النهائية 34.5. الفرق ما بينهم 34.5 ناقص 21 بيساوي 13 درجة ونص. طيب لو لاحظت او خدت بالي هنا هلاقي الفرق في درجات الحرارة كل مادة بيزيد 4 درجات ونص. لو جربت احط 4 جرام درجة الحرارة الابتدائية زي ما هي ما بتتغيرش، درجة الحرارة النهائية أصبحت 39 درجة مئوية. لما أجيب فرق درجات الحرارة الدلتا تي 39 ناقص 21 بتساوي 18 درجة مئوية. كل ما بزود 1 جرام بتزيد درجة الحرارة أو الفرق في درجة الحرارة 4 درجات ونص. معنى كده إن في علاقة بين كتلة المادة اللي أنا بزودها والفرق في درجات الحرارة. إيه العلاقة دي؟ أكيد علاقة طردية. ليه مش عكسية؟ لان كل ما بزود الكتله بتاعه الماده بتزيد الفرق في درجات الحراره، الاثنين بيزيدوا مع بعض. يبقى العلاقه هنا معايا علاقه طرديه. لو جيت ارسمها على علاقه بيانيه وحطيت الشكل البياني بتاعي هكتب على الخط العمودي مقدار التغير في درجه الحراره اللي هو دلتا تي، وعلى الخط الافقي كتله الماده المذابه او كتله الملح اللي انا استخدمته. كل ما بزود 1 جرام هبص الاقي درجه الحراره كام؟ زادت 4 درجات ونص هنا. طيب لما اجي ازود 2 جرام درجه الحراره زادت 9 درجات. النقطه بتاعتها اهي 2 جرام قصاد 9 درجات. طب لما زودت 3 درجه الحراره كانت 13 ونص هنا في الجزء ده. طب لما زودت 4 جرام درجه الحراره زادت 18 درجه هنا في الجزء ده كده قبل ال 20 بشويه. فلما اجي ارسم الخط الواصل بين الاربع نقاط اللي انا عملت عليهم التجربه بتاعتي هلاقيه خط مستقيم مرتفع لاعلى، وده بيدل على علاقه طرديه. طب علاقه طرديه نوعها ايه؟ علاقه طرديه منتظمه. ليه منتظمه؟ لان كل ما بزود 1 جرام بتزيد درجه الحراره بنفس النسبه، كل مره بتزيد 4 درجات ونص. بعد كده لو جه كلمني عن التجربه هيبتدي يسالني ويقول لي ايه هو نوع المتغير في التجربه بتاعتي. انا عندي 3 انواع من المتغيرات. عندي متغير ضابط بيفضل مستمر طول التجربه ما بغيرهوش ابدا ابدا، وعندي متغير مستقل المتغير اللي انا بايدي بقعد اغيره كل مره، وعندي متغير تابع ده بيجي ورايا انا ما باجيش ناحيته، انا كل ما بتغير هو بيتغير زيي. طب ايه هو المتغير الضابط؟ المتغير الضابط هو مقدار الماء اللي انا استخدمته او كميه المذيب اللي انا استخدمتها اللي هو كام. كل مره كنت بدوب الملح في 30 مللي ميه، فده المتغير الضابط الثابت معايا كل مره طول التجربه ال 30 مللي ميه. طب ايه هو المتغير المستقل اللي انا كل مره بغيره بايدي؟ هو كتله الماده. مره حطيت جرام، مره 2 جرام، مره 3 جرام، مره 4 جرام. طب ايه المتغير التابع اللي كل ما انا بغير حاجه هو بيتغير زيي؟ المتغير التابع هو مقدار التغير في درجه الحراره. انا اغير كتله الماده الاقي مقدار التغير بتاع الحراره اتغير، انا اغير كتله الماده تاني مقدار درجه التغير في درجه الحراره يتغير معايا. طيب بعد كده يبتدي يديني سؤال ويقول لي اهو
الجدول المقابل يوضح مقدار التغير في درجة الحرارة الناتجة عن ذوبان كتل مختلفة من ملح كبريتات البوتاسيوم في نفس الحجم من الماء. يعني أنا هجيب كتل مختلفة كل مرة كمية مختلفة من ملح كبريتات البوتاسيوم في حجم معين ومعلوم من الماء. هل ذوبان ملح كبريتات البوتاسيوم في الماء ماس أم طارد للحرارة؟ أنا هبص الأول هنا هلاقيه بيقول لي ان انا لو دوبت 5 جرام اهو كتله الملح المذاب، لو دوبت 5 جرام مقدار التغير في درجه الحراره هيكون سالب 8 من 10. يعني الحراره هنا قلت 8 من 10 مش زادت. طب لو انا زودت 10 جرام من كتله الملح المذاب هبص الاقي مقدار التغير في درجه الحراره قلت سالب اهو سالب 1 درجة و6 من 10. لو دوبت 15 جرام من ملح كبريتات البوتاسيوم مقدار التغير في درجة الحرارة هيكون سالب 2.4 من 10. سالب 2.4 يعني الحرارة قلت مش زادت. طب طالما الحرارة قلت يبقى التفاعل هنا ماس ولا طارد للحرارة؟ التفاعل طبعا ماس للحرارة، ده هو امتص حرارة الوسط المحيط وخلى الحرارة تقل، ما طردليش حرارة او ما طلعش حراره لبره. ليه؟ مع التفسير لان درجه الحراره النهائيه اقل من درجه الحراره الابتدائيه، لان درجه الحراره النهائيه اقل من درجه الحراره الابتدائيه، ولان مقدار التغير في درجه الحراره بيكون بالسالب مش بالموجب. طيب ماذا تستنتج من النتائج الموضحه بالجدول؟ نستنتج ان كتله الماده المذابه تؤثر على مقدار التغير في درجه الحراره، وهناك علاقه طرديه بين كتله الماده ومقدار التغير في درجه الحراره. كل ما يزيد كتله الماده كل ما يزيد مقدار التغير في درجه الحراره. طيب بعد كده بيقول لي الحاجات اللي انا بدرسها دي ممكن اعمل عليها تطبيقات في حياتي اليوميه تكون مفيده جدا ليا. زي ايه؟ بيقول لي ان انا لما بيحصل لي ازمات صحيه ببقى ساعات محتاجه ان انا اعمل كمادات. الكمادات دي ممكن اعملها في البيت وممكن اشتريها جاهزه من الصيدليه. ممكن اشتري الكمادات جاهزه ازاي من الصيدليه؟ انا دلوقتي محتاجه كمادات ميه سخنه. كمادات الميه السخنه دي لو انا جبتها من الصيدليه هل الدكتور الصيدلي كان مجهز الكمادات وحاططها على النار مستني لحد ما انا اروح اشتريها عشان تبقى سخنه جاهزه؟ لا. طب انا عايزه اعمل كمادات بارده، هل الدكتور كان حاطط الكمادات دي في الثلاجه عنده عشان مستني لما انا اجي اشتريها واعمل بيها كمادات بارده على طول؟ برضو لا. طب امال ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي ان الكمادات الفوريه دي اللي انا بشتريها من الصيدليه بتكون عباره عن كيس مرن، كيس عادي جدا. الكيس ده بيحتوي على ماده كيميائيه. ليه بس بيحتوي على ماده كيميائيه؟ عشان انا من شويه درست ان انا عندي ذوبان موصل للحراره وذوبان طارد للحراره. طيب ممكن اجيب ماده كيميائيه واحطها جوه الكيس واحط معاها ميه، ولما الماده دي تدوب في الميه تعمل ايه؟ تعمل ذوبان طارد للحراره فتديني محلول سخن، او تعمل ذوبان موصل للحراره فتديني محلول بارد. ودي الفكره بالظبط اللي عملوها في كمادات الضغط الفوريه اللي انا بشتريها من الصيدليه. فبيكلمني عن تركيب الكمادات الفوريه. يا ترى بتتركب من ايه؟ بتتركب من كيس مرن بيحتوي على ماده كيميائيه وبيحتوي على ميه، بس ما بيكونوش دايبين جوا بعض، ما بيكونوش مختلطين تماما. طب ايه اللي بيحصل لما بجيب الكمادات دي برجها وبضغط عليها؟ فكيس الميه اللي من جوه بيتمزق ويبتدي يندمج مع الملح او الماده الكيميائيه اللي موجوده جوه الكمادات الفوريه. فلما يندمجوا مع بعض هيحصل ذوبان للملح جوه الميه. طب الذوبان ده بيكون ليه نوعين، لا اما ذوبان طارد للحراره ودي بتديني الكمادات الضغط الفوريه الساخنه. هنا بتكون الماده الكيميائيه اللي موجوده جوه الكماده ماده كبريتات المغنيسيوم. الماده دي اول ما بتدوب في الميه بتعمل تفاعل طارد للحراره وبتخلي المحلول اللي جوه الكماده محلول سخن، يعني درجه الحراره النهائيه اكبر من درجه الحراره الابتدائيه بعد ما بتعمل ذوبان طارد للحراره. طب يا ترى بستخدمها في ايه الكمادات السخنه؟ ليه مثل الكمادات مش زي بعضها؟ ليه مش تبقى كلها سخنه؟ ليه مش تبقى كلها ساقعه؟ ليه ساعات بستخدم كمادات سخنه وساعات بستخدم ساقعه؟ بيقول لي ان الكمادات السخنه دي بستخدمها لما بيكون عندي شد عضلي او اجهاد عضلي. اشمعنى؟ لما بيكون عندي شد عضلي العضله بتكون ماسكه في نفسها، بتكون قافشه، وانا عايزه افكها، عايزه اخلي العضله ترتخي. فبعمل ايه؟ بديها كمادات ساخنه، علشان كمادات الساخنه بتعمل على توسيع الاوعيه الدمويه وزياده تدفق الدم. لما بتوسع الاوعيه الدمويه بتزود تدفق الدم، بتخلي العضله بعد ما كانت ماسكه في نفسها كده تبتدي تفك وترتخي وتزيل الالم من العضلات. طب عندي كمادات ضغط فوريه بارده، برضو هي كمان بتكون محتويه على ماده كيميائيه
بتحتوي على كيس من الميه. طب هما ما بيكونوش مندمجين، ما بيكونوش لامسين بعض خالص. لما انا بجيب الكمادات دي وارجها واضغط عليها بيتفتح كيس الميه من جوه ويبتدي يدوب في الماده الكيميائيه او الملح. الماده الكيميائيه في الكمادات البارده بتكون ماده نترات الامونيوم. اشمعنى في البارده فيها نترات امونيوم؟ عشان ملح نترات الامونيوم عند ذوبانه في الماء بيعمل ذوبان ماص للحراره، فيبتدي يمتص الحراره بتاعت الميه ويخلي درجه الحراره النهائيه اقل من درجه الحراره الابتدائيه، يخليني احس بالبروده. طيب لما يجي يعمل كمادات الضغط الفوريه البارده ويعمل ذوبان مصل الحراره، اشمعنى بجيب كمادات بارده؟ يا ترى بستخدمها في ايه؟ الكمادات البارده بتعمل على تضييق الاوعيه الدمويه. امتى ببقى محتاجه اضيق الاوعيه الدمويه واقلل تدفق الدم؟ ببقى محتاجه ده لما بيكون عندي تورم وكدمات. لو انا مثلا لا قدر الله عندي ايدي اتخبطت فورمت وعملت كدمه، الورم ده بيكون عباره عن اوعيه دمويه مفتوحه او واسعه وبيمر فيها تدفق دم عالي جدا، وانا عايزه اهدي تدفق الدم، فاحط عليها كمادات بارده عشان تضيق الاوعيه الدمويه وتقلل تدفق الدم وتخفف من الالام اللي موجوده في الايد. اهو تستخدم كمادات الضغط الفوريه الساخنه لتخفيف الالام المرتبطه باجهاد العضلات. ليه؟ علل لانها تعمل على توسيع الاوعيه الدمويه مما يزيد من تدفق الدم الى المناطق المجهده فترتخي العضلات المنقبضه وتخف الالام. طب كمادات الضغط الفوريه البارده بتعمل على تخفيف حده التورم. ليه؟ علل لانها تعمل على تضييق الاوعيه الدمويه مما يقلل من تدفق الدم للمنطقه المصابه فيقل الورم. طيب يجي بعد كده يديني اسئله على الدرس اللي احنا شرحناه. نحل الاسئله مع بعض. اول حاجه بيقول لي اكتب ما تدل عليه كل من العبارات الاتيه. عايز المصطلح العلمي للعباره اللي قدامي، فبيقول لي عمليه حراريه مغلقه ومتكرره يتم فيها سحب الحراره من داخل الثلاجه الى خارجها باستخدام الفريونات صديقه البيئه اللي هو سائل الفريون. ايه هي العمليه دي؟ اسمها دوره التبريد في الثلاجه. طيب سائل التبريد في الثلاجه، مين سائل التبريد في الثلاجه؟ اسمه سائل الفريون. طيب كميه الحراره الممتصه او المنطلقه عند ذوبان كميه معينه من المذاب في حجم معلوم من المذيب لتكوين محلول. كميه الحراره الممتصه او المنطلقه لما بعمل ذوبان اسمها حراره الذوبان، اسمها حراره الذوبان. اول ما يقول لي كميه الحراره الممتصه او المنطلقه ويكلمني عن ذوبان كميه من المذاب في حجم معلوم من المذيب اعرف على طول ان هو بيكلمني عن الحراره المرتبطه بالذوبان، اسمها حراره الذوبان. طيب ذوبان يصاحبه ارتفاع في درجه حراره الوسط المحيط، ده اسمه ذوبان طارد للحراره. تغير فيزيائي مصحوب بامتصاص طاقه حراريه من الوسط المحيط عند ذوبان ماده في الماء. طالما انا دوبت ميه في الماء وحصل تغير فيزيائي مصحوب بامتصاص حراره يبقى ده ذوبان ماص للحراره. طيب مواد ترتبط جزيئاتها بعدد محدد من جزيئات الماء خلال عمليه طارده للحراره. بيقول لي ماده جزيئاتها مرتبطه بجزيئات الماء اعرف على طول ان هو بيكلمني عن الماده المتهدرته المائيه. ملح يتغير لونه من اللون الازرق الى اللون الوردي عند اضافه قطرات من الماء اليه، ده طبعا كلوريد الكوبالت. طيب كمادات تستخدم مره واحده فقط يحدث فيها ذوبان مص او طرد الحراره اسمها كمادات الضغط الفوريه. طيب اكمل العبارات الاتيه. تبخر الكحول عمليه نقط للحراره. اول ما حطيت ماده مطهره على ايدي حسيت بالبروده، يبقى انا عندي هنا عمليه ماصه للحراره. بينما ذوبان مسحوق الغسيل في الماء عمليه طارده للحراره، لان انا اول ما غسلت ايدي بالمسحوق حسيت بسخونه، يبقى هنا الذوبان ده طارد للحراره. تحول الماده من حاله الى اخرى يكون مصحوب نقط طاقه حراريه بامتصاص او انطلاق طاقه حراريه، لان الماده عشان تتحول من صلب الى سائل الى غاز او من غاز الى سائل الى صلب مره اخرى، كل ده بيكون لا اما بامتصاص طاقه حراريه او انطلاق طاقه حراريه من والى الوسط المحيط. تحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله الغازيه من صلب لغاز عمليه ايه؟ ماصه للحراره. بينما تحول الماده من الحاله السائله الى الحاله الصلبه، يبقى انا بنزل لتحت، دي عمليه ايه؟ طارده للحراره. عمليه التساقط دي اللي هي ايه؟ تحول الماده من الحاله الغازيه الى الحاله الصلبه مباشره. عمليه التساقط دي بتكون عمليه طارده للحراره لان انا نازله من فوق لتحت. طيب اهو زي ما احنا شرحنا اهو، قلنا وانا بطلع لفوق يبقى انا بزود حراره من صلب لسائل لغاز. طب وانا نازله لتحت من غاز لسائل لصلب يبقى انا بعمل طرد للحراره او بقلل الحراره.
بيقول لي عملية التساقط عملية طاردة للحرارة، وهي عكس عملية التسامي. التساقط عكس التسامي. يمر الفريون أثناء دورة التبريد بالثلاجة بثلاث مراحل. إيه هي نقط ونقط ونقط، هو المفروض يكتب لي ثلاث نقط. الفريون بيمر بثلاث مراحل. أول مرحلة التمدد والتبخر، تاني حاجة الضغط، ضغط الثلاجة بيضغط غاز الفريون، وبعد كده يعمل له تكثف عشان يطرده إلى خارج الثلاجة عبر شبكة المواسير الموجودة خلف الثلاجة. أهو كاتب لي الثلاث مراحل، هي التمدد والتبخر والضغط والتكثف. ذوبان ملح كربونات الصوديوم في الماء نقط للحراره. ذوبان ملح كربونات الصوديوم في الماء، طالما قال لي كربونات صوديوم اعرف ان ده ذوبان طارد للحراره، لكن بيكربونات الصوديوم ده ذوبان ماص للحراره. عند اضافه الماء الى كلوريد الكوبالت اللامائي، جبت ميه وحطيتها على كلوريد كوبالت لا مائي اللي هو لونه ازرق، لما اضيف عليه الميه هيتحول من اللون الازرق الى اللون الوردي. طيب عند تخفيف الاحماض المركزه يضاف ايه الى ايه؟ ما ينفعش اقول له يضاف الماء الى الحمض، هقول له لا، هقول له يضاف الحمض الى الماء وليس العكس. عند مضاعفه كتله الماده المذابه مع ثبات حجم نقط، مع ثبات حجم المذيب اللي هي كميه الميه اللي انا بستخدمها، تتغير درجة الحرارة بمقدار ثابت غالبا، يعني كل مرة بتتغير درجة الحرارة بنفس الدرجة تقريبا. كمادات الضغط الفورية نقط تعمل على تضييق الأوعية الدموية. أول ما يقول لي تضييق بقفل الأوعية الدموية، يبقى أنا بتكلم عن كمادات الضغط الفورية الباردة. بينما كمادات الضغط الفورية نقط تعمل على تخفيف الآلام المرتبطة بإيجاد العضلات. العضلة قافشة وأنا عايزة أفكها وأخليها ترتخي، فطبيعي هستخدم كمادات الضغط الفورية الساخنة. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وما كنتش طولت عليكم، وان شاء الله نتقابل المره الجايه في الدرس الثاني، التغيرات الحراريه المصاحبه للتغيرات الكيميائيه. لو حد عنده اي اسئله او اي استفسارات يكتبها لي في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم بنفسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.